في كلمات عندنا لازم تتقال بالجوز، بيجوا كومبو مع بعض. الغريب بقى انك ما بتبقاش عارف معنى كل كلمه لوحدها، لكن لو اتجمعوا هما الاثنين مع بعض بتبقى فاهمهم. ازاي؟ ما تعرفش. يعني يقول لك انا هعمل لك المحمر والمشمر. لو المحمر وعارفينها، ده المشمر ده في تفسيرين. التفسير الاولاني ان المشمر ده هو الاكل اللي انت بتشمر له هدومك علشان تاكله، والتفسير الثاني ان الاكل اللي بيكون فيه عظم ويستوي كويس بتلاقي ان اللحم والجلد بداوا ينفصلوا شويه عن العظم، فالعظم بيظهر، فكانه بيبقى مشمر عن عظم. المحمر والمشمر ده بقى من حلاوته هتاكله حتتك بتتك. انت فهمت انك هتاكله بسرعه ومش هتخلي فيه حاجه، بس ايه حتتك وايه بتتك؟ الحات والبات طلعوا ان هم كلمات قبطيه. حات يعني لحم وجاي منها كلمه الحاتي، والبات يعني عظم، اللي هو يعني هتاكل الاكل ده بلحمه وعظمه. وناس تنصحك بقى انك ما تقولش كل حاجه لفلان وعلان، يعني داري على شمعتك. بس ايه فلان وعلان دول؟ بيع الاساتذه. فلان وعلان ما طلعوش اشخاص، طلعوا صفات. علان جايه من العلن يعني شخص معروف، فلان بقى عكسها شخص مجهول. ففلان وعلان معناها اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. شفت بقى فلان وعلان دول ممكن يدخلوا عليك بالحنجل والمنجل، يعني يضحكوا عليك. بس ايه الحنجل والمنجل ده؟ الحنجل جايه من كلمه الحنجله اللي هو الراس، والمنجل دي اداه بيقطعوا بيها الزرع. بس ايه علاقه الحنجل والمنجل دول ببعض وهيضحك عليك بيهم ازاي؟ محدش وضح الحته دي بقى لحد دلوقتي. لكن اللي احنا متاكدين منه انه لو اتضحك عليك بالحنجل والمنجل انت هتقع على حس بيس. هقع فين حضرتك؟ ايه حس بيس دي؟ مكانها فين على الخريطه؟ حس بيس ما طلعتش مكان، طلعت كلمات في اللغه العربيه الفصحى، واصلها حيث بيس. حيث يعني الفرار، وبيس يعني انك تفوت من حاجه. فلما بنقول احنا وقعنا في حس بيس يعني احنا وقعنا في امر لا مفر منه.